ازيكم يا حلوين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. الجو بدأ يشتي، بدأت كده اجواء راس السنه والديكورات بتاعه الشتاء. بص انا بحبها قوي وبحب الالوان. عملت هنا كورنر كده صغير شكله حلو قوي. هوريهولكم وانا بعملكم الجوله دلوقتي في الديكور. بس حبيت ابدا اليوم معاكم كده نعمل القهوه واوريكم مشتريات جبتها تيفال من تيفال زهران، لانه كان عامل خصومات في البلاك فرايداي. فانا جبت منه حاجتين حسيتهم لذاذ قوي، حبيت اعرفها لكم. هعمل القهوه بس عشان صوت المكنه وارجع لكم. بصوا كمان جبت مجات كده او كوبايات صغنطوطه للقهوه، عليها شجر وغزاله ولونه احمر كده شكلها حلو قوي. فجبت من دول، ودول برضو من المحلات اللي بتبيع البورسلين، بيبيعوا بالقطعه، فده بيبقى جميل قوي. مش لازم ست على بعضها، ومش لازم من كل حاجة يكون عندي 6 وعندي 12 وكده. فيعني اغلب الحاجات دي انا بجيب مثلا 2 3، اللي هو بحيث بس يعني عندي شخصين، فيكونوا الحاجات دي. لكن لو حاجة بقى فورمال شوية وضيوف يعني، فبنطلع قطن بتكون إيه، مش فاني كده، مش فاني وبتاعت سيزون كده يعني، صيف خريف ربيع كده. ودي حجمها حلو، بتاخد اللي هو الفنجانين، يعني قهوة دبل يعني. وحجمها حلو قوي. هو تيفال زهران، سواء بقى جبتوه من زهران او من الفروع بتاعه تيفال. كانت الاوفرز دي شغاله، وبعتولي مسج ان هي لسه مستمره، ما خلصتش مع البلاك فرايداي. بصوا القهوه جميله، وبوش ريحتها اصلا بتفوق. تعالوا اوريكم بقى جبت ايه. انا كنت محتاجه طقم سكاكين، علشان اللي عندي كان برد كده، مبقاش عندي سكاكين، حاسه ان هي حلوه يعني. فجبت الطقم ده، هو بستاند خشب ومعاه 4 سكاكين 5 سكاكين. منهم 2 حجم بالنسبه لي مناسب، ده الحجم اللي انا بشتغل بيه اغلب الوقت. وكبار دي بتاعه الاسماك، ودي بتاعه التوست والحاجات دي، توست والكيك وكده. وسكينة تانية كبيرة لو هنقطع مثلا لحوم او حاجة كبيرة. دي اسمها ايس فورس، وكانت نازلة تقريبا خصم 1000 جنيه. وقال لي ان دي عليها، هحاول اوريكم، ضمان ضمان 10 سنين. واسمها تيفال ايس فورس. قال لي دي اي وقت السكينة تحسي انها بقت يعني باردة او مش مريحاكي، على طول هاتيها، واحنا يعني هي هيظبطوها يستبدلوها. وقال لي عليها ضمان 10 سنين. تعالوا بقى نفتحها كده. بصوا ده الستاند. عايزه لكم خشبه تقيل قوي يعني، محمل. انا اسفه على صوتي، تعبانه واختي تعبانه، فالبيت كله تعبانين. بصوا شكله حلو قوي. وانا بما اني بعمل المطبخ كله خشبيات، هوريكم كمان جبت حاجه حلوه قوي. وبعدين بقى في الباكج ده كله السكاكين. شفت ريفيوهات كتير عنه ان هو حامي جدا. ف دي السكينه الكبيره، عايزه اقول لكم ايدها ميتال منها فيها، فيعني انا بحب السكاكين تكون ايدها يعني مش بلاستيك. وطبعا بقى انا اتعلمت من غلطتي، فمش هدخل اي سكينه من دول غسالة الاطباق. ده الشكل التاني. لا. اوكي، طبعا انا هاخدهم اغسلهم. عايزه اقولكم بتعامل معاهم خايفه شويه. عايزه اوريكم بس شكل الستاند في الاخر قد ايه شيك على المطبخ. وخامه السكينه حلوه قوي وتقيله. انا كنت عايزه اشتري اصلا فرداني الاول اجربه، بس للاسف ما كانش فيه من النوع ده.
كان 3 ومنهم سكينتين كبار قوي وسكينة صغيرة، فكنت حاسة وان كان فرق السعر كمان مش كتير، فحسيت ان لا ده مناسب اكتر. تعالوا اوريكم الحاجة التانية كمان اللي جبتها وحسيتها كيوت قوي والفكرة عملية جدا. جبت كمان الاتنين بان دول، عايزة اقول لكم شكلهم تحفة، والفكرة بقى التحفة اللي فيهم ان الايد بتتفك. دول مقاس 22، البانز دي مقاس 22 و26. كان في طقم كبير بس انا حسيت ان انا محتاجة يعني طاسات وما كنتش محتاجة احجام كبيرة. لقيت المقطع ده اتحذف فصور لكم تاني. بصوا ده شكلهم، ده كده المقاس الاول والمقاس التاني. اوكي، الحلو بقى ان بيجي معاهم هاند كده، مجرد ان احنا بنفتحها وبنحط وبنضغط، بس هي الضغطة جامدة شوية بتتحول عندي لطاسة حلوة جدا، اقدر احركها من مكان لمكان واعمل كل اللي انا عايزاه. لو بقى مثلا عاملة فيها حاجة وعايزة اديها وش في الفرن، مجرد بضغط على الزرارين الحمر دول بتطلع وبتكون الطاسة صينية. فهم يستخدموا صواني، يستخدموا طاسات، والايد حلوة جدا وتقيلة والبلاستيك بتاعها حلو قوي. تعالوا بقى اوريكم كده الديكورات اللي انا عملتها. هنبدأ بالمطبخ ده عشان عملت حاجات بسيطة. هنا حطيت العلب دي كانت من ايكيا وده غطا ضايع، وحطيت هنا الورد ده شكله حلو، والترين ده بيتفتح، وورا هنا الشجرة دي. في العلبة دي كانت بتاعت احمد تي، دي حاطة فيها هوت شوكليت. بس لو ما حطيتش حاجات كتير، بس هي مدية، ما حطيتش حاجات كتير بس حطيت حاجات تدي فايبس حلو كده في المطبخ واللي واقف الشكل حلو قوي. وبقيت الرخام عندي يكاد يكون ما فيش حاجه يعني. هنا مثلا حاطه بس الاوكا والملح والفلفل والزيت والخل وكده، وده سكر الدايت بتاعي. بس هو كده يعني، مش حابه ان الرخام يكون اوفر او مفيش مكان كتير يعني هنستخدمه. دي الديكورات اللي عملتها. هوريكم الكوفي كورنر وهندخل كمان نعمل مع بعض الليفينج روم لان مش هغير فيها كتير. هوريكم الليفينج روم او الركنه الصغيره اللي هبدا اظبط فيها. انا حاطه طبعا كوشنز الخريف، وهنا في بلانكيتات برضو خريف، فهشيل كل ده وابدا ان انا احط بقى الحاجات الديكور الشتاء، الوان احمر وفايبس كده حلو. فتعالوا اوريكم. انا ما اشتريتش حاجه لهنا، دي هحط الحاجات اللي عندي. انا عندي اصلا الكوشنز دي شكل كده بابا نويل، وعندي دول كمان بحسهم بيمشوا جدا مع الجراي. وعندي البلانكت دي بصوا من ناحيه بتدفي، من ناحيه بتدفي اللي هو زي الوبر كده الابيض، وعليها غزاله وسنوفليك وحاجات كده. وعندي بقى كفرات الكوشنز دي كنت شارياهم، كانوا تقريبا الاربعه مع بعض، مش فاكره ان هما قدام عندي. اشكالهم كده كيوت والوان ماتشنج مع الجراي، فهظبط واوريكم الشكل ده. كده شكل الكوشنز. عايزه لكم كنستها وشفطت التراب وكمان عقمتها بالديتول، وحطيت كده الثرو هنا بحيث اللي قاعد عليها حابب يتغطى يكون في حاجه بقى بتدفي في الجو ده. والكوشنز كده بس، فبقى الشكل يعني هادي مش اوفر. انتوا لو فاكرين السنه اللي فاتت كمان انا كنت جايبه سجاد، بس اعتقد ان انا مش هغير السنه دي. وهنا عند الدفايه إيه، حطيت هنا زرع والغزال والبيت ده. بصوا الشكل كيوت قوي، وده الديفيوزر اللي بيطلع سنت حلو قوي. ف ده كده هو الفيو ده كده في وش اللي قاعد على الكنب، فالشكل شتوي ولذيذ. هوريكم كمان الكوفي كورنر
ومش عارفة بقى الريسبشن تقريبا هنعمله في فيديو تاني. هبدأ املأ الجارز بتاعتي. ده هحط فيه كبسولات هوت شوكليت جنب المكنة. بس حطيت فيه كل كبسولات الهوت شوكليت وهطلعه كده مكانه. وهنا عايزه احط شوكليت او سناكس صغيره لاي حد بيعمل كوفي ياخد معاه. فجبت حاجات من السوبر ماركت. انا جايبه كذا طعم، ودي الحاجات اللي نازله الاديشن بتاع راس السنه. شكل الكوفي كورنر بعد ما خلصت حطيت الحاجات دي فوق. كلها تقريبا يعني مجات، انا معتمده اكتر ان هو يكون مجات. هنا كده دي المجات الجديده اللي جبتها من LC. وهنا مكنه القهوه، والركن ده خطير. حطينا هنا الكبسولات، هنا شوكولاتات وسناكس صغيره بس، والشكل بقى حلو قوي.